تخيل أن قريش تقول وهي تضحك: يسلم حمار آل الخطاب ولا يسلم عمر. عمر مستحيل يسلم. طرق الباب، ارتعدت الفراس. عمر من يطلق الباب؟ شيء مرعب. أول ما فتح الباب ودخل عمر، قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بكلابيب عمر، بثياب عمر، بهذه الطريقة. قال: ألم يأن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ فنظر عمر بكل تواضع بين يدي هذا العظيم، وبكل رقة ورأفة، وبصوت خاشع يقول: أتيتك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أول ما أسلم ذهب لكبار قريش وسادات قريش يطرق أبوابهم يقول: قد صبئ عمر، قد أسلم عمر، قبح الله وجوهكم، أنا على دين محمد. تخيل، يطوف بالناس ويريد أن يشاع الخبر بأن عمر بن الخطاب قد أسلم. حتى في الهجرة إيش كان يقول؟ قال: إني مهاجر